يلي عكس خط. يلي عكس خط. انت مش وحدك في الخط، حولك الكل يشوفك. كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي عاكس خط. يلي عاكس خط. لو بقى عندك إحساس لف وامشي للناس، امشي وانت على الراس. انتبه لا تتورط. يلي عكس خط. انتبه من اللي جاي، شكله اجيب سرعة كبيرة والعواقب جسيمة. يلي عاكس خط. يلي عاكس خط. يا صاح راجع نفسك. السلام عليكم. طبعا من اول كنا نسمع عن الشيعة، تمام؟ اما اليوم نستطيع ان احنا نشوفهم صوت وصورة، يعني نشوف يعني تصرفاتهم، افعالهم، نستعرض هالمقاطع. طبعا أنا مش عالم ولا أن البرنامج هذا برنامج للفتاوى، لكن الذي أعتقد والذي أحس أن الناس هؤلاء عاكسين الخط. كلنا مؤمنين باختلاف المذاهب، هذا يضم وهذا يسربل وهذا يكسر 20 يوم وهذا يقول لا أقل. المهم يعني نظل مختلفين في الفروع ولا نختلف في الأصول، نجلس سوا، نصلي سوا، نعيش سوا، كل واحد ومذهبه. طبعا هذا من أول. أما اليوم جو لك الشيعة يقول لك الناس كلهم كفار، المسلمين ما هم إلا هذه في إيران، هذه في جنوب لبنان، الشيعة الذي في العراق، والثاني عملاء الأمريكا وإسرائيل. المهم زي ما قلت لكم الشيعة هذه في إيران والعراق زي كذا ارسلوا لنا فرقة طائفية، ما هيش الزيدية على فكرة. الزيدية أقرب المذاهب إلى السنة، ما فيش بينهم أي اختلاف زي ما قلت لكم. لكن الطائفة الاثنى عشرية هذا نشوف مقاطع من يعني من الفرعة ذي في إيران والكويت إدريس شنو العائلة؟ بن رابح. بن رابح، وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة. طبعا هذه شفتوه في المقطع الأول، هذا شاب مغربي كان على المذهب المالكي والآن دخل في دين الشيعة. أنتوا سمعتوا إيش قال؟ أنا في الأول كنت مالكي يعني. الشاب هذا كان على المذهب المالكي، أوكي، بس الشيخ هذا الشيعي قال له ضروري ينطق الشهادتين. شهادتين ايش؟ طيب وكان يصلي ويصوم ووحد. شوفوا المقطع. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم لك الحمد. الرجال اسلم، نطق الشهادتين. يعني الشهادتين هذا اللي نعرفها احنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خلاص لا نطقتها دخلت في الإسلام. طيب في غيره؟ لا لحظة، شوفوا ايش يزيد يكمل. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين. حجج الله. حجج الله. يا صديقي، أنا الذي أعرف والناس كلهم يعرفوا أن الشخص إذا يدخل في الإسلام ينطق شهادتين مش 4 شهادات. يعني تخيلوا لو أن أعرابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله إيش تسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إيش حيقول له؟
قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ابن عمي ولي الله وأن فاطمة بنتي حجة الله. يا أخي ما إحنا نعرف أن الشهادة ثنتين، ما لكم أنتم نتيتوا دين جديد هذا. يا رجال من فين بيجيبوا الخرافة هذه؟ يا أخي صح علي والحسن والحسين وفاطمة من آل البيت ونحترمهم ونرحمها أنا، بس يا أخي ضروري نذكرهم في أركان الإسلام. يا أخي بشر زي ما إحنا. لا وريت والله وإن هي شهادتين مدري 4 شهادات هذه وبس. لا اسمعوا الشهادات هذه. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. يا صديقي هذه ما هي شهادة دخول الإسلام، هذه شهادة خروج من الإسلام. ما هذا الخبر؟ عائشة يعني. وانت ما راك بتضحك كده حركة يوم أما سكتة. أبرأ إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. الله يجعلهم بريء منك ومن أمثالك. عموما أعزائي المشاهدين والله إني متأسف إني طلعت لكم المقطع هذا، ما كان نفسي أعرضه، بس عشان تعرفوا إن أعداء الإسلام ورانا يخرجك من الإسلام ويقول لك عادك الآن دخلت في الإسلام. أريد الرافضية تنادي اي أريد الرافضية وين اللي خدم ذريتي وين يا حسين يا ذكرك يبطر في لساني أهوى علي يا بويا. نعمة العقل بس، يعني أسألكم بالله هذا دين ولا قلة دين؟ ما معاه من المناظمة هذه. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت ما مليت، وأنا عليك صليت ما مليت. ما مع الآدمي هذا مصبح السبحانه. وأنا عليك صليت ما مليت. صليت ما مليت. نمعو كان زهانا لا إيش معه هذا؟ والله لا بصر ما يشتي هذا وما معه هذا. عجبا يا أهل العلم مع الأدب. يا السلام عليكم. عليكم السلام. سلامة تام أبو هانا. يا سلامة انت اللي قتلوا عادك تقول لي سلامة. من هو اللي قتلوا؟ جدي. جدك؟ الله المستعان. وبعدين رجال تصبصني بسني. رجال بشنب ولحية. انا جاي تحلق لي؟ ايه ما نحلق لك ولا، بس ما يجوز تبكي على جدك. كيف تبكي يا اخي؟ هذا قضاء وقدر. ابكي ما دخلك انت؟ ما دخلك. انت رجال. انا رجال قلت لك قتلوا. ليش بتبكي؟ قتلوا الله يلعنهم. دحين اين اجي؟ جي عندي. ما اجي افعل عندك. صلي على رسول الله. اللهم صل عليه. كل نفس ذائقة الموت، سمعت يا طويل العمر؟ وبعدين ما يجوز انك جالس تبكي هنا واصل. سير بلغ الدولة تطبق حكم الله ولا حيلة من خير. إن عايز صفو ماشي، أنت قاصص وقم بحقك بيدك. هم قد مسكوه. ماشي. والقاتل منينه؟ بيت سفيان. بيت سفيان؟ متأكد؟ كلهم بيقولوا هكذا، جاي حقك معي. لا متأكد. طيب معروف خلاص، ليش ما تمسكوه؟ أين هو ما بعده؟ أنجي. قد ما. هو ده أسرته تنقوم من أسرته؟ أسرته قد ماتوا. قد ماتوا؟ ليش يا حبيبي كم قد جدك من الحين قتلوا؟ 14 سنة؟ وجالس تبكي؟ أيوه. هيا قم، لا أقوم جدك وتنك بدله. قم من هنا. مالك أنت 14 سنة جالس تبكي؟ أيوه. صلي على رسول الله. اللهم صل عليه. أنت بتحب جدك؟
انا لك جدي هو شيخ، جدي شيخ لو كان عاد بخير كان حيصلح كل حاجه. ما دراك انت ما دراك. شوف لو كان نبي من عند الله ما يجوز نبكي عليه هكذا. ما بكوا على رسول الله بكله هكذا. رسول الله ما جدي بيقول لك قتلوا. تعدد هالاسباب والموت واحد. الله انت كم من وانا ما اقول منهم ما اقول من القاتل. صلي على الله ابصرني. انت بتحب جدك؟ وليش بنبكي؟ مشوا على البكاء. ما ارقد جنبه ولا ترقد جنبه. اتمشى جنبه. اسمعني. ما هو انت بتحبه؟ الحب لجدك تدعي له وترحم عليه، تقرا لها الفاتحه فقط. ما عليك خذ الرحله من عندي، انا عشت ابكي على ما لك انت. خلني ابكي على جدي لو ما افتن. اشتي على نفسك. قم من هنا بتبكي على واحد مات قبل 14 سنه. ولا اللي قد لهم 14 كان بيبكوا على الحسين ما تحاكيهم. قول الله من عقلك قم من عندي. قم لا يفعل لك 14 قرن بهذا. قم من عندي قم. وايضا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمه رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم ما كانوا الشيعه، يعني ما كانش يسيروا لا عند قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يلطموا نفوسهم. من فين جبتوا هذا الدين؟ من فين اخترعتوه؟ اما فاطمه رضي الله عنها قد قالوا عليها قصص اكثر مما قالت بني اسرائيل على مريم. شوفوا هذا المقطع. من الآيات التي نزلت في شأن فاطمة أو أولت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها حوالي 270 آية من القرآن الكريم. أيوة يلا اللي بعده. السلام عليك يا فاطمة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك. يا أخي لحظة معك عقلا، كيف امتحنها الله قبل أن يخلقها؟ اقنعني يا شيخ، كنت كلام منطقي. فاطمة مختبرة وأخذت درجة عالية في الكمال بحيث أصبحت طاعتها مفروضة على الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا الشيخ بيتكلم في قناة فضائية أكيد عنده أدلة، ممكن يا شيخ توضح لنا دليل؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وآتينا عيسى بن مريم البينات. هكذا الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض بمقدار معرفتهم بهذه الصديقة الطاهرة واستسلامهم لأوامرها. حرام عليك يا شيخ، أين فاطمة من الرسل؟ فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول، يعني ولدت في قبل 1400 سنة. ايش وصلها لها يا أيام موسى وعيسى؟ بحيث أصبحت طاعتها مفروضة على الأنبياء والمرسلين. المهم هذه هي المدرسة الشيعية، تأليف وملاعنة. لما قام المؤمن البطل الشريف أبو لؤلؤة فيروز النهاوندي رضوان الله تعالى عليه بتطبيق القصاص أو إقامة أو إجراء القصاص على عمر لعنه الله، فطعنه حتى يعجل بروحه إلى جهنم وبئس المصير. طبعا الفكرة الاثنا عشرية الجديد هذه جاء لنا مستورد، هذا قريب بس وانت تشوفوا السب واللعن للصحابة. طبعا عدم ذاحن من تحت لا تحت، لكن شوفوا هذا المقطع. كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأولية هو عمر قبل أبي بكر نفسه. شيخ النواصيب أصل المصايب، سلمة يمين اللي طعن ابن الدعية، ونذكر أبو لول والسقا كاس المنية، ونذكر أبو لول والسقا كاس المنية. العن عمرهم العن عمرهم العن عمرهم دمر عمرهم دمر عمرهم. طيب أنا أقول لكم ليش بيسبوا الصحابة أو يكرهوا الصحابة وما بيرضوش يترضوا عليهم. أنا أقول لهم كان في من أول إمبراطورية اسمها الفرس، إمبراطورية اسمها الروم، واليهود معروفين. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب اليهود معروفين، النصارى معروفين، المجوس من هم؟ الفرس. طبعا الفرس كانوا يعبدون من أول النار.
جاء عمر بن الخطاب أطفأ نارهم. المهم بعد ما طفئت نارهم جلست والعة في قلوبهم يدمروا الإسلام باسم الإسلام. المهم بعدها قتلوا عمر رضي الله عنه، والذي قتله طبعا تعرفوا أبو لؤلؤة المجوسي. صلحوا قبر لهذا الشخص وبيعتبروا الصحابي. هذا شخص من الأشخاص الذي أسروهم في الحرب. شوفوا هذا ولا رضى يترضى على صحابي. شوفوا المقطع. أتبرأ مع أبو بكر عمر عثمان أتبرأ. أتبرأ مع أبو بكر عمر عثمان أتبرأ. أتبرأ مع أبو بكر عمر عثمان أتبرأ. من أبو بكر وعمر وعثمان. طبعا الناس المساكين الجهل هذه ما مش عارفين يملى عليه بس، لكن خلونا نشوف من هؤلاء المثقفين المتعلمين ليش ما تترضوا على الصحابة؟ ليش؟ أن موسى عليه السلام لم يذهب للألواح 40 ليلة إلا ويخلف في قومه نبيا اسمه هارون عليه السلام، ومع ذلك لم يعد إلا وقد رفعوا عجلا، رفعوا إلها بدل الإله. وليس غريبا على أمة محمد التي توفي عنها رسول الله أن ترفع رجلا غير الرجل الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فهمنا القصة. يقول لك إنه موسى لو ما ترك أخوه هارون 40 يوم بني إسرائيل رجعوا يعبدوا عجل. وهذا الشيء يقنعني إنه محمد صلى الله عليه وسلم عندما مات طلعوا الصحابة فعلوا انتخابات وزوروها وطلعوا أبو بكر. يا عزيزي ايش الخبر حكم هذا؟ كلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم صحابة وخدموا الإسلام وما رفعوا الإسلام إلا هم. أنتم لما تقولوا بالكلام هذا أنتم بتتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قصر في دعوته وما أمنش مستقبل الأمة من بعده يعني. طبعا هذا جانب، والجانب الثاني أنهم بيتهموا كبار الصحابة أنهم منافقين. أيضا على كلامهم هذا هم بيتهموا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان شخص جبان وسكت على يعني السنوات هذه كلها أيام أبو بكر وعمر وعثمان. وطبعا هذا لا يعقل. علي بن أبي طالب كان أشجع الصحابة. طيب يا أخي نفترض أنها حصلت، يا أخي إحنا الآن كمسلمين إيش دخلنا من الخبر هذا؟ ليش ترجعونا ل 1400 سنة من أول؟ قد إحنا متعايشين كل واحد يصلي ويصوم ويعبد الله. ليش يعني بتدورون مشاكل؟ ايش الغرض؟ وشيء ثاني، الامام علي كرم الله وجهه يعني وصل للخلافه، وليش ما يبين للناس الكلام اللي بتقولوه انت؟ حتى اي واحد منهم يطلع قدام القناه يقول رضي الله عن عمر ولا عن ابو بكر ولا عن علي، زي ما بنقول احنا كلنا نرضي على الصحابه الاربعه كلهم صحابه يا اخي. طبعا اسمعوا الشخص هذا ليش بيكره عمر. الشيعة أكثرهم في إيران. ليش؟ لأنه عمر بن الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، كسر خشومهم وأذلهم. يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نسائهم بالآلاف. هذه سنة سنتين تروح؟ ما تروح، مئات السنين تظل الكراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر، يلعنون عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه في طابع ديني. ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه في طابع ديني. ولا كسر ضلع الزهرة ولا هجم، لا مو واقعا. ولا كسر ضلع الزهرة ولا هجم، لا مو واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة، مو سهلة، مو سهلة. امبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك. اسكندر احتل ايران كلها ورا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟ ما خلوا اعراض، لا خلوا دمار. حتى تاج كسرى فلشوه، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف فلشوه، كل واحد قطعه. التاج ليش تفلشه؟ وهم من ذاك اليوم هم بيحاولوا يخلخلوا ديننا ويسببوا فتن ومشاكل. يعني تحصل اي دوله في هذا الجماعه
تحصل فيها مشاكل. حتى القرآن الكريم ما سلم منهم، قالوا انه محرف، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة، تهافت بلاغي واضح، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. المهم هذه بين أخاف منه أنهم بيشيلوا ناس من أصحابنا ويصيروا يدرسوهم عندهم. المهم يرجع والدماغ مغسول، يشوفني واحد من لوس أنجلوس يا أخي أنا أخوك ما لك. الآن خذوها صريحة مدوية، الجهاد مقرر عندنا فرض كفاية. الآن أراها أن الجهاد فرض عين على كل قادر. أيها المجاهدون، من استغضب فلم يغضب فهو حماء. إن الله أوصانا بالصبر، ولكن للصبر حدود، ونحن سنصبر وسنحشد قوانا إن شاء الله. وفي يوم ما لا يجوز أن نسجد لله سجدة، لا يجوز أن نسجد لله سجدة وعلى وجه الأرض اليمنية صنم رجس نجس من هؤلاء الخبثاء. جاهدوا بصرخاتكم، بقبضاتكم، بأيديكم، بقلوبكم، ببنادقكم، بما استطعتم، بأسنانكم، بالتراب، بالجندل. إن اقتضى الأمر في يوم ما أن تقاتلوهم بالتراب وبالحجارة فقاتلوهم ليعذبهم الله بأيديكم ليخزيهم، لينصركم على هؤلاء الجيف القتلة. لعنهم الله، أخزاهم الله، قبحهم الله، أراح الله البلاد والعباد منهم. يا عزيزي من يجاهدوا، احنا كلنا مسلمين ويمنيين وما بينا شيء، فيكم حال تجاهدوا إسرائيل الله يفتح عليكم وعلى حق البيجو لا وسط تلعب. يا أستاذ الله يرضى عليك، تعالنا الجهاد على من؟ احنا كلنا يمنيين ما بيش بيننا أحد، يعني عقيدتنا واحد وديننا واحد وكل واحد في حاله. ليش تثيروا الطائفية وتثيروا الحياة هذا؟ المهم أعزائي المشاهدين الله يهديهم ودعوا لهم بالهداية مهما كان، زي ما قلنا لكم هؤلاء من أبناء جلدتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي عكس خطي، انت مش وحدك في الخط، حولك الكل يشوفك، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي عاكس خط، يلي عاكس خط. لو بقى عندك إحساس لف وامشي، امشي وانت على الغاز، انتبه لا تتورط. يلي عكس خطي، انتبه من اللي جاي، شكله اجيب سرعة كبيرة والعوام